أنا مستني المنتج ده من فترة، وأول ما وصل كنت مبسوط جدا. فتحت العلبة وجربت المنتج وأنا عارف إن بعد كام يوم هتبقى عادية، وده خلاني أفكر في حاجة أغرب بكتير. هو احنا فعلا بنبقى مبسوطين لما بنوصل للحاجة اللي مستنيينها، ولا احنا بس بنتعود عليها؟ لأن الغريب إن الموضوع مش بيحصل مع الحاجات اللي بنشتريها بس. ساعات بنقضي شهور مستنيين شغلانة، وبعد ما نشتغل نبقى عايزين حاجة تانية، نستنى مرتب أعلى، علاقة، سفر، نجاح، حياة هادية. وكل مرة بنقول لما أوصل للحاجة دي هبقى مبسوط، بس لما بنوصل الحياة بتكمل. فكده هل ممكن تكون حياتك كويسة وبرضه مش مبسوط؟ اعمل كوباية شاي وتعالى بقى عشان عاوزين نحكي في قصة كده مهمة. في نوع كده غريب من التعب بيبقى مش عارف تشرحه. انت كويس واهلك كويسين، ما عندكش مشكلة صحية، وممكن تكون بتخرج، بتسافر، عندك حاجات في حياتك مش عند ناس تانية وممكن يكونوا بيشوفوك محظوظ عليها، ولكن انت مش عارف انت ليه مش مبسوط. انت عندك حاجات في حياتك حلوة تخليك تفرح، ولكن انت مش بالضرورة تكون مكتئب، ومش بالضرورة تكون حزين ويائس، ولكن بتعدي اليوم ومش مبسوط. والأغرب إن ممكن تحس بالذنب عشان مش حاسس الإحساس ده، تقول طب أنا ناقصني إيه؟ في ناس عندها مشاكل أكبر بكتير، أنا المفروض أكون ممتن. فتشك في نفسك وتقول يمكن أنا بتدلع، أو يمكن أنا جاحد مش راضي. فتبدأ المشكلة مش بس إنك حاسس إنك مش مرتاح، ولكن مش عارف إن من حقك تكون مش مرتاح ولا لأ. فبتقف كده وتسأل نفسك، هل ممكن تكون حياتك كويسة وبرضه مش مبسوط؟ تعالى كده نفكر، يعني إيه حياتك كويسة؟ عندك فلوس، أهل، صحاب، وظيفة، ولا معناها إن مفيش مصايب كبيرة حصلت؟ لأن لو فكرنا فيها شوية هنكتشف إن الحياة الكويسة مش هي الحياة السعيدة. ممكن تكون حياتك كويسة ولكن مش مشبعة، يعني مرتاح بس مش حاسس إنك بتتقدم، أو ناجح ومش عارف ليه بتعمل كل ده، أو أنت وسط ناس بس مش حاسس إنك قريب من حد. وده مهم جدا لأننا بنحاول نحل مشكلة إن إحنا مش مبسوطين بإن إحنا بنغير الوضع الخارجي، يعني مرتب أعلى أو بيت أو سفر أو علاقة. ولكن السؤال، هل تحسين ظروف حياتك هيضمن لك إن إحساسك بالحياة هيتغير بنفس النسبة؟ تعال نشوف رأي علم النفس في الحتة دي. في حاجات إحنا بنسميها إن هي السعادة، ولكن هي مش نفس الحاجة، مش نفس المتعة. يعني في متعة إنك تاكل أكلة بتحبها، أو تخرج مع أصحابك، أو تسافر، أو تنجح، دي لحظات ممتعة. بس هل المتعة معناها إنك راضي عن حياتك؟ مش بالضرورة. ممكن تقضي يوم ممتع جدا وترجع آخر اليوم تدخل أوضتك وتسكت كده وما تحسش بأي حاجة. في حاجة اسمها، هكتب لك اسمها هنا، أو بمعنى الرضا عن حياتي. لما أبص على حياتي ككل، هل أنا راضي على كل ده؟ أو هل اللي أنا بعمله ليه معنى بالنسبة لي؟ وفي حاجة اسمها الرفاه النفسي، يعني ممكن تكون راضي بس مش مبسوط، ممكن تكون مرهق أو تعبان ولكن راضي عن الطريق اللي أنت ماشي فيه، وممكن تكون مرتاح جدا ولكن حاسس بالفراغ. ودي أول مرة نفهم إن عدم السعادة مش معناها إن حياتك سيئة. طب ليه الحاجات اللي كنا فاكرين إنها هتسعدنا بقيت عادية؟ ودي أكتر حاجة بتحصل لنا كلنا. فاكر أول مرة اشتريت فيها حاجة كان نفسك فيها جدا؟ فاكر الإحساس؟ كنت بتبص لها وتقول أخيرا، وبعد فترة بقيت عادية. نفس الحاجة اللي كانت حلم بقيت جزء مهمش. وللأسف نفس الموضوع بيتكرر، ممكن في البيت أو عربية أو المرتب، أو ممكن بعد العلاقات. وده معروف في علم النفس بالاسم اللي هيظهر لك. والمعنى ببساطة إن الإنسان عنده قدرة كبيرة على التكيف مع الحاجات المتغيرة اللي بتحصل له في حياته. الحاجة الجديدة بترفع إحساسنا لفترة وبعدها بيرجع لقريب من المعتاد. وده مش معناه ان النعمة ملهاش قيمة، ولا اننا جاحدين، ولا ان كل حاجة حلوة هتفقد معناها، لكن معناه ان احساسنا بالحاجة بيتغير مع الاعتياد. وده يفسر جزء من المشكلة غريب شوية. احنا احيانا بنقضي سنين من عمرنا بنجري ورا شيء، مش لأجل إن الشيء ده هيكون كفاية لينا، ولكن تخيلنا نفسنا أو تخيلنا الإحساس اللي هيبقى جوانا لما نوصل للحاجة دي. يمكن المشكلة مش إننا بنجري ورا حاجات كتير، يمكن المشكلة إننا وإحنا بنجري بنفضل نأجل الحياة نفسها. بنقول مش دلوقتي، بعدين، لما أخلص، لما أقبض،
أو لما أرتب حياتي وكأن في نسخة تانية من حياتنا مستنيانا في المستقبل، نسخة هتكون فيها أهدى وأخف، وعندنا وقت للناس اللي بنحبهم، وعندنا وقت كمان لنفسنا. بس المشكلة إن بعدين عمرها ما بتوصل بالشكل اللي احنا متخيلينه. تخلص حاجة تظهر حاجة تانية، تخلص شغل يجي شغل تاني، تقول لما أقبض هرتاح، وبعد ما تقبض يبقى في حاجة تانية محتاجة الفلوس، تقول لما أرتب حياتي هبقى فاضي، أو تكتشف إن الحياة عمرها ما بتفضى تماما، ومرة ورا التانية نبدأ نأجل حاجات أهم. مكالمة من حد بتحبه، هتيجي النهاردة؟ معلش عندي شغل. وصاحب يقولك انت اختفيت، والله مضغوط بس نتقابل لما اخلص. وحتى لما نقعد مع الناس اللي بنحبهم عقلنا بيكون في حاجة تانية، وبنقنع نفسنا اننا بنعمل كل ده عشان نعيش، من غير ما ناخد بالنا اننا بدأنا نأجل الناس والراحة والضحك، حتى نفسنا، لوقت مش عارفين امتى هيجي. وساعات بيظهر سؤال أصعب، وأنا بحاول أبني الحياة اللي نفسي فيها، عشت قد إيه من الحياة اللي عندي؟ ودي يمكن واحدة من أكبر الخدع اللي بنعيشها. لما أوصل هرتاح، لما أتخرج، لما أشتغل، لما يبقى معايا فلوس، لما أنجح، لما ما بنخلصش. والمشكلة إن كل مرة بتوصل فيها للحاجة بيظهر هدف جديد والحياة بتكمل. وده مش معناه إن الطموح غلط، ولكن في فرق كبير بين أنا عندي هدف عاوز أوصل له وبين أنا هبدأ حياتي لما أوصل. الأولى ممكن تدفعك لقدام، أما التانية هتخليك تفضل طول عمرك مستني. طب والحل مش اننا نبطل او ما نكونش طموحين، ودي نقطة انا مش عاوز اتكلم بقى في تنمية بشرية واقول لك ان الفلوس والنجاح والشهرة والامان كل دي حاجات مهمة، بس الأهم أنت محتاج كل الحاجات دي في إيه؟ لأن أنت ممكن جدا تبقى معاك فلوس أو تحقق حلمك أو توصل لحاجة كان نفسك فيها، ولكن السبب اللي دفعك للحاجة دي مش انت، فلما توصل تلاقي نفسك تايه برضو. يعني هل حياتك اللي انت بتبنيها هي حياتك فعلا، ولا هي الحياة اللي انت اتعلمت ان المفروض انك تكون عاوزها من وانت صغير؟ لازم تدخل الكلية دي، لازم تشتغل كذا، لازم تبقى حاجة معينة، تبقى مظهرك وشكلك، لازم ولازم ولازم. ولكن بعد كل ده انت نسيت تسأل نفسك انت كنت عاوز ايه؟ وده مش معناه ان اهلك ناس مش كويسين، ولا ان المجتمع او الحتة اللي انت وصلت لها وحشة، ولكن الواحد ممكن يتعود على الطريق لدرجة انه ينسى نفسه. وهنا هنروح لإدوارد ديسي وريتشارد، وهم طوروا نظرية مهمة جدا في علم النفس عن الدوافع والاحتياجات النفسية الأساسية، ومن أهمها 3 حاجات. أول حاجة إنك تحس إن عندك اختيار، وإن حياتك مش عبارة عن إنك بتنفذ اللي الناس عاوزاه. تاني حاجة انك تحس انك بتتعلم وانك قادر تنفذ. تالت حاجة انك تحس انك عندك ارتباط حقيقي بالناس. ممكن يكون عندك شغل ممتاز ولكن ما عندكش استقلالية، ممكن تكون ناجح ولكن مش حاسس انك بتتطور. وهنا هنفهم حاجة مهمة جدا، ان الاستقرار الخارجي لوحده مش كفاية عشان الإنسان يحس من جوه إنه كويس. يعني ممكن إحنا نكون مش محتاجين السعادة، إحنا محتاجين معنى. وهنا الموضوع بياخد انحناء مختلف. فيكتور فرانك كان بيتكلم كتير قوي عن المعنى، خصوصا أثناء تجربته وفكرة إن العلاج بالمعنى. الفكرة الأساسية عنده مش إن كل واحد لازم يلاقي رسالة عظيمة في حياته، الموضوع أوسع. الإنسان محتاج يحس إن حياته ليها معنى وليها هدف بالنسبة له، وده ممكن يجي من خلال شغل أو علاقة أو مسؤولية أو طريقة ممكن تختار بيها حياتك. مش لازم تبقى مشهور، مش لازم تغير العالم، لكن في فرق بين إنك تصحى كل يوم وتقول أنا عاوز أعدي النهاردة، وبين أنا لازم أعمل حاجة النهاردة. ولكن لازم هنا برضو نخلي بالنا، لأن كلمة المعنى هنا بقيت مستهلكة. كل ما حد يحس بفراغ يتقال له دور على رسالتك. طب لو انا ما اعرفش رسالتي، هل انا كده عندي مشكلة؟ لا، مش لازم كل واحد فينا يكون عنده مشروع كوني، مش لازم تحس كل يوم انك متحمس، مش لازم تحس ان عندك شغف. وهنا لازم نحل مشكلة حصلت لنا كلنا، فكرة ان الحياة لازم يكون ليها احساس ضخم طول الوقت. احيانا الحياة مجرد حياة، يوم عادي، شغل عادي، قهوة، أهل، أصحاب، نوم، وده مش فشل. هتقولي طب والملل؟ احنا بصراحة بقينا نتعامل مع الملل كأنه عدو. أول ما نزهق نجري على الموبايل أو فيديو أو ريلز أو أغنية عشان بس ما نعيشش مع الإحساس ده.
لكن في سؤال يستحق إن احنا نسأله، إيه اللي بيحصل للإنسان لما يبقى عنده الفرصة إنه يهرب لمجرد إنه حس بفراغ لمدة ثانية أو لحظة؟ يعني أحيانا أنت مش محتاج محتوى جديد، أنت محتاج تسمع نفسك. وهنا ممكن نفهم حاجة عن الأجازة. فاكر الشخص اللي كان مستني الأجازة؟ يمكن المشكلة إن أجازته ما كانتش مملة، يمكن المشكلة إنه كان متخيل إن الراحة هتديله إحساس، وإن الراحة ملهاش أي علاقة بالإحساس ده. يعني الراحة ممكن تشيل التعب ولكن ما تديككش معنى. يعني تقدر توقف الشغل ولكن مش هتسألك انت ممكن تعمل ايه في حياتك. وعشان كده الواحد ممكن يفضل مستني الأجازة، وأول ما يوصل لها ما يحسش انه مبسوط لأنه اتعود يجري. فلما وصل بقى وبطل وهدي حس انه تعبان، اتعود على التعب. خليني أقول لك صديقي المشاهد إن حياتك كلها ممكن تكون ماشية على الإنجاز، لما تعمل حاجة كبيرة، لما توصل لحاجة، لما تحقق هدف. لكن لو وقفت ما عملتش حاجة أو أخدت نفسك تحس بفشل، تحس بفراغ، لأن أنت ربطت نفسك باللي أنت بتعمله مش باللي أنت فيه. قصدي إن أنت عودت نفسك بإنك تقيس باللي أنت بتعمله مش باللي أنت بتعيشه. يعني ممكن تفتح تليفونك كده وأنت زهقان ويوم مليان تعب، فتشوف حد اشترى عربية، حد اشترى بيت، حد عمل فيديو أهبل كده ونجح واتشهر والدنيا مشيت، فتقول أنا ليه مش عايش الحياة دي؟ ممكن تكون أنت عندك حاجات كتير كويسة بس أنت المقارنة هي اللي بوظت لك حسبتك. فبدل ما تسأل هو أنا كنت فين من سنة أو من سنتين وأنا فين النهاردة، أو أنا في نفس المكان ولا لأ، هتلاقي نفسك أنت بتقارن نفسك بالناس. أنا بديك مثال، يعني أنت زي الفل وأنت ما بتقارنش نفسك بحد، انت حبيبي. طب هو احنا لازم نعيش حياة مليانة احداث بقى وسفر وخروج ودنيا؟ انا من رأيي ان احنا نحاول نكسر الروتين، نسافر، نخرج، نعمل حاجة جديدة، ولكن مش هو ده الحل السحري عشان تكون مبسوط. لان المشكلة مش في كثرة الاحداث. ممكن انت تكون بتشتغل وبتروح وبتيجي وبتعمل نشاطات كتير قوي في حياتك، ولكن انت ذات نفسك مش موجود في الاحداث دي. انت رابط نفسك زمان او بالمستقبل او عايش هربان من الواقع، فانت مش موجود اصلا. مش كل شخص مش مبسوط محتاج حل. اكيد انا مش هاجي اقول لك اعمل كذا هتبقى مبسوط. ممكن انت تكون محتاج تفهم نفسك، او احيانا ممكن تكون محتاج تتكلم مع حد. انا مش فاكر قلت ده ولا لا، بس للاسف حتى لو انت حققت كل احلامك، حتى لو انت وصلت للحاجة اللي محدش وصل لها، من الطبيعي ان انت تعدي بايام كويسه وايام وحشه. مش كل الايام بامبي مش كل الايام فراشات بقى وحاجات. الطبيعي ان احنا يوم كده ويوم كده، وهي دي الدنيا. يعني بعد ما تحقق حلمك ممكن تحس بملل وتعب وفشل، وانا تشك في قدراتك وتشك في حلمك من البدايه، وده شيء طبيعي. ده مش معناه ان انت اخترت غلط خالص، ولكن اوعى تستخدم ده كهو العذر. مش كل عدم رضا لازم نتقبله. احنا مش راضيين عن الوضع او المستنقع اللي احنا فيه، فاحنا هنسعى ان احنا نغير ونحاول. لكن لما نكون عايشين فترة كبيرة تعبانين، فاحنا هنا ممكن ناخد موقف ستوب ونشوف ايه المشكلة. وانا لو سألتك ايه الحاجة الواحدة اللي ناقصة في حياتك وتخليك مبسوط، تخليك عايش حياة كويسة، يعني مرتب كويس، عربية، بيت، تتجوز، تسافر. ولكن انا شايف ان السؤال الانسب لما اصحى كده كل يوم الصبح، ايه اللي المفروض النهارده اعمله عشان اتقدم للحاجه اللي انا عاوزها؟ ايه الحاجه المناسبه اللي انا المفروض اعيشها وامر بيها عشان توصلني للحاجه اللي نفسي فيها؟ مش اهرب من الواقع. كلنا بنهرب وكلنا بنعيش في اوهام او بنعيش في احلام مش معانا، ولكن بنسعى. مفيش نجاح هيضمن انك تصحى كل يوم مبسوط. يمكن المطلوب مش انك تلاقي حياة سعيدة طول الوقت، ولكن المطلوب انك تبني الحياة اللي انت نفسك تعيشها في الايام العادية، في الايام اللي انت زعلان وبتحاول ومحبط، لانك ممكن تكون تعبان وحياتك لسه كويسة، او حزين وحياتك لها معنى، او يومك عادي جدا ولكن يستحق ان هو يتعاش. فيمكن السؤال مش ازاي اكون مبسوط طول الوقت، يمكن السؤال ازاي اعيش حياتي من غير ما افضل مستني حياة تانية اعيشها. طيب كده اكون انا خلصت. انا عارف ان انا رغيت شوية بس استحملني، انت حبيبي. يا رب الفيديوهات تعجبكم، ان شاء الله نوصل لحاجة كويسة. نفسي أعمل حاجات تانية كتير قوي، وعندي تطور كبير قوي، ولكن مستني شوية حاجات كده تحصل إن شاء الله، والتطور ده هتشوفوه. ادعوا لي إن شاء الله. أشوفكم على خير. السلام عليكم.